السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم كل متابعينا على قناتنا كريز وحبان. يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. العيد خلاص على الأبواب واحنا بنفكر بقى في تسالي العيد، وأهم حاجة في التسالي دي الترمس والحمص. تعالي بقى أقولك على طريقة حلوة تخليكي تعملي الترمس وتاكلي منه على طول، وكمان من غير نقع كتير وبدون ريحة ولا ريم على الوش. هيطلع معاكي شوية ترمس وحمص ما شاء الله، ولا واحدة مقشرة ولا متكسرة، حاجة كده من الآخر. بس يا ريت بقى تحطوا لنا لايك وتشتركوا في القناة لو الفيديو عجبكم. اول حاجه معايا نوع الترمس اللي انا جبته ده ترمس حلو او مستورد او سريع. هجيب بقى، انا جايبه هنا كيلو من الترمس، هبدا انقيه كده واشيل منه اي ترمسايه مش كويسه. طبعا الترمس بتاع الحلو او السريع ده بيختلف طبعا عن الترمس البلدي او المر، ده ليه تكنيك وده ليه تكنيك تاني خالص. هبدا انقيه كده زي ما حضرتك شايفه واشيل منه اي حاجه مش كويسه، وكذلك هعمل كده في الحمص. انا هنا جايبه ربع كيلو حمص. بصوا يا جماعة، ما ينفعش نسلق الحمص والترمس مع بعض او نحطهم في حلة واحدة. ده هيبقى ليه وقت للسلق وده كمان ليه وقت تاني. هجيب بقى المية وهبدأ اشطف الترمس والحمص بتوعي كده شطفة كويسة مرة او مرتين من اي تراب طبعا بيبقى عليه، من عند العطار طبعا بيبقى ايه محمل بتراب كده. فانا هشطفه وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. هرمي بقى المية دي وبعد كده ابتدي احط مية تانية نظيفة عشان هنقعه فيها. طيب احنا قلنا مش هننقعه، لا يا جماعة، احنا هننقعه بس هننقعه ساعتين بس. طبعا في ناس كانت بتنقعه 6 ساعات و8 ساعات، وفي ناس بتنقعه ليلة كاملة، وفي ناس كمان بتنقعه اكتر من كده. لكن انا كل اللي هنقعه فيه او احطه في المية دي لمدة ساعتين بس، وهيكون جاهز معايا. طب اعرف منين ان هو كان كده بقى جاهز معايا؟ ان الترمساية او الحمصاية بتكون كرمشت كده وخدت شكل مختلف عن اللي كانت عليه. بعد كده بقى هروح على الحوض ارمي الميه دي واشطفه شطفه تاني واجيب الحله بتاعتي. خدوا بالكم من النقطه دي، الحله اللي انا هحط فيها تكون كبيره عن كميه الترمس اللي انا مستعملاها. زي ما قلت لكم انا هنا مستعمله كيلو من الترمس. جبت له حله كبيره كده وهحط عليه ميه تغطيه وتعدي كمان، مش تغطيه بس، تعدي كمان، عشان طبعا الترمس لما بيدخل في السوا وبيستوي الحبايه بتاعته بتفنش كده وبتضاعف حجمها. وبعد كده هطلع بيه على النار بقى احطه على البوتاجاز. هنتابع بقى المراحل بتاعه السلق وهقول لكم عليها هتبقى عامله ازاي. ونفس اللي انا عملته مع الترمس هعمله مع الحمص. هرمي الميه دي طبعا وهشطفه شطفه كويسه، وبرده هحطه في حله تتناسب مع الكميه اللي انا هعملها. وبعد كده هحط عليه ميه وارفعه على النار. زي ما قلنا ان اختلاف ما بين الترمس والحمص في التسويه، وهقول لكم ده هياخد معايا قد ايه وده هياخد معايا قد ايه. برضو الميه لازم هنا تغطي الحمص. اول ما حطيت الحمص على النار وبدا يدخل في الغليان كده بيطلع عليه ريم، لازم اشيله لان الريم ده بيبقى يعني كله سموم وحاجات مش كويسه، فلازم اشيلها. بصوا هنا الحمص بقى كان خلاص استوى، الحبايه بتاعته تضاعفت كده ولونها اتغير اصفرت كده، هو بقى معايا تمام. هطفي عليه بقى وهسيبه خالص واغطي عليه. نيجي بقى للترمس. الترمس برضو قلب معايا قلبتين اول ما غلي، ولون الترمسية اتغيرت وفنشت كده وكبرت. هسيبه بقى يغلي غلوتين وبعد كده برضو هطفي عليه وهغطي عليهم كده واسيبهم. طب هسيبهم قد ايه؟ هسيبهم تقريبا 4 ساعات، لحد ما يهدى خالص والميه بتاعته تبرد خالص. هسيبه في الميه بتاعته. بعد كده هلاقيه استوى وبقى جميل، يعني تقريبا انا بسيبه بيكمل التسويه بتاعته في الميه بتاعته. طب لو حضرتك سبتيه على النار ودخل في التسويه واستوى خلاص، استوى سوى كامل، في الوقت ده لازم تغيري المية عليه. يعني تدلقي المية السخنة دي وتحطي مية من الحنفية عادي عشان توقفي التسوية اللي هو شغال فيها، لان المية السخنة دي بتكمل سواه. وعشان كده انا سبته وقت صغير جدا. انا تقريبا الترمس قعد نص ساعة بس على النار، والحمص قعد تلت ساعة بالظبط. فاظبطي الساعة كده، نص ساعة واطفي على الترمس وتلت ساعة واطفي على الحمص. وبعد كده هسيبه في المية بتاعته زي ما قلت لمدة تقريبا 4 ساعات مثلا، لحد ما المية تبرد عليه، حسب برضو حرارة الجو والوقت اللي انت بتعملي فيه الحاجات بتاعتك. لان طبعا الوقت اللي انا هسيبه فيه ده هو اللي هيساعد على التسوية الكاملة، ويخليني اوصل لترمسية كده مستوية وفي نفس الوقت فيها قرمشة، والقشرة ما تكونش سقطت عليها، ويكون الترمس بتاعي شكله حلو. هنا خدته بقى على الحوض وبدأت رميت المية اللي عليه وبدأت اشطفه 3 4 مرات. والنقطة دي مهمة جدا طبعا عشان نتخلص من أي مرارة موجودة فيه. نيجي برضو لنقطة مهمة جدا، وهي محلول الملح بقى اللي هحط فيه الترمس.
طبعًا كمية المَيّة والملح هيكون حسب كمية الترمس أو الحمص اللي أنا باعملها، وزي ما قُلت لكم أنا عاملة هنا كيلو من الترمس، فأنا هاحط كمية من المَيّة وهابدأ بمعلقتين كبار من الملح. أدوّبهم كده في المَيّة وأدوقهم. طيب أنا دلوقتي أكنّي باملّح أي حاجة، أكنّي باملّح شوربة على النار، باحط لها الملح بتاعها، أو أكنّي باملّح مَيّة المخلل. وخدي بالِك إن أنتِ لازم تضبطي الملح، يعني إن أنتِ تبقي متقبّلاه زي أي حاجة بتملّحيها، لإن لو الملح زاد في المَيّة دي بعد وقت، يعني يفوت يوم و2 و3، بعد وقت هتلاقي الترمس بقى حادق جدًا، لإن طبعًا التفاعل أو إن إحنا بنطوّل الوقت على الترمس ويقعد في المَيّة المالحة، ده بيزوّد الحُدوقية بتاعة الترمس. طيب لو أنا في المرحلة دي وحسيت إن الملح زاد معايا، ما فيش أي مشكلة خالص، هارمي شوية مَيّة من المتملحة دي، واحط مَيّة من الحنفية واضبط الملح بتاعي. طب نيجي بقى لنقطة الحفظ أو التخزين بتاعه. هاجيب بقى برطمان، عندي برطمان إزاز هاحط فيه، عندي برطمان بلاستيك هاحط فيه، حسب برضه الكمية اللي أنتِ عاملاها، ما فيش أي مشكلة خالص. ممكن كمان علبة محكمة الغلق، يعني تكون ليها غطا كويس وهاحطه فيه، والطريقة دي هي اللي بتحافظ لي عليه لآخر حبّاية. عاوزة أقول لكم إحنا أمّا بنعمل محلول الملح اللي بنحطه فيه، ما بنحطش فيه أي إضافات تانية، هو المَيّة والملح بس. يعني الإضافات اللي هي الكمون والبابريكا والشطة والحاجات دي كلّها ما بنحطّهوش مع المحلول الملح اللي بنحفظه فيه. طيب زي ما عملت مع الترمس هاعمل مع الحمص بالضبط، برضه هاجيب المَيّة وهابدأ الملح كده. أنا هنا نزلت بمعلقة ملح واحدة طبعًا، لإن كمية الحمص أقل من كمية الترمس بكتير، فهابدأ برضه بمعلقة وأضبط الملح بتاعي وهكذا، وهاعمل نفس الخطوات. هاجيب برضه علبة، هنا علبة محكمة الغلق ليها غطا بتتقفل عليه كويس، وهاحط فيه، وأحط كمية المَيّة المناسبة عليه، وبعد كده هابدأ أدخّله على التلاجة. نقطة الموضوع التلاجة ده مهم جدًا، يعني يا جماعة ما ينفعش إن أنتِ تحفظيه على الرخامة وتحطيه على الرخامة، ليه؟ عشان كده بتعرّضيه إن هو يعمل ريم وريحته تتغيّر، لكن لو حطيتيه في التلاجة هيفضل معاكِ حلو جدًا لآخر حبّاية ترمس أو حمصاية بتاكليها. نيجي برضه لنقطة تانية، أهم حاجة لمّا تيجي تاخدي منه تاخدي بمعلقة مش بإيدِك، عشان تفضلي محافظة عليه. وبعد كده بقى هتضيفي الإضافات اللي أنتِ عاوزاها، يعني بقى تضبّطيه بالليمون والكمون والشطة لو بتحبيها والبابريكا، كل الحاجات دي الإضافات دي بتحطيها لمّا بتاخدي منه الكمية اللي أنتِ عاوزاها. وكده نكون عملنا الترمس بأسرع طريقة، ممكن تاكليه في نفس اليوم إن شاء الله وهيعجبكم. وكل سنة وانتم طيبين ودايما متهنيين مع أسرتكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية كتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوناش بقى في لايك وتعليق حلو يشجعني. وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.